صباح الخير عليكم. بعد ما خلصنا الحاجات الأساسية في يومنا، يلا بقى بينا نبدأ نحضر الفطار بتاعنا. النهاردة الفطار بتاعنا هيكون فطار مميز جدا. هنجيب العيش اللي هو بالردة ده، اللي بيبقى مليان ردة الجميل بتاعنا ده، وهعمله الحلاوة السوداء. في ناس يا جماعة بيسموا الحلاوة السوداء دي المفتقة، دي كده أكلة شتوية. يعني الحلاوة السوداء دي ما بناكلهاش إلا في الشتاء بس، لأنها مليانة كمية كالوريز يا جماعة كتيرة جدا جدا، بس بتدي كمية طاقة. يعني معلقة حلاوة سوداء دي كفيلة إن هي تدفيك بسرعة البرق وتديك طاقة. يعني لو انت ما عندكش أي طاقة، دي هتديك 8 اكس طاقة. وهنزود الطاقة كمان، هنحط عليها قطع من القشطة البلدي الجميلة اللذيذة. تخيل الساندوتش ده، القنبلة ده هيديك طاقة عاملة ازاي مع العيش المصري البلدي الغرقان ردة. التركيبة كلها شكلها مغرية جدا. دي قشطة بلدي يا جماعة، مش قشطة مصنعة، فطعمها بيبقى مختلف تماما عن القشطة المصنعة. انا عاشقة للقشطة البلدي. انا بحب الحاجة اللي هي اورجانيك، بناخدها من المصدر بتاعها او السورس الاساسي بتاعها. فدي قشطه بلدي اورجانيك معموله على ايد فلاحين، مظبوطه بجد. وهنا الساندوتش بتاعنا جاهز، بس هنظبطه ويبقى شكله حلو. هعمله كذا لاير كده علشان اكل واستمتع. بصوا الجمال، بصوا التركيبه عامله ازاي، الحلاوه السوداء مع القشطه مع العيش. بجد يا جماعه تركيبة تحفة، فطار مميز جدا مع أحلى كوباية شاي ممكن نشربها. بجد لا لا لا، الفطار ده هيخليني مش هاكل غير آخر اليوم. فطار دسم جدا، هيفوقنا، هيدينا طاقة، هيدينا باور فظيع. جربوه صدقوني ومش هتندموا أبدا. هستناكم تجربوا تقولوا رأيكم في الكومنتس. صباح الخير. ان شاء الله، عشان كده بقول لكم محتاجين نفوق يا جماعه. الله، على نار هادية. اشربوا مية يا جماعة، اشربوا مية كتير. حطوا ازازة المية قدام عينيكم عشان ما تكسلوش. اشربوا مية. القهوة بتاعتنا قربت تخلص. القهوة بتاعتنا الجميلة اللي هنبدأ بيها يومنا. بقول محمد افندي نشرب المية بتاعنا ده. التارجت بتاعي لازم هخلصه دلوقتي يا جماعة. احنا منشربش مية خالص في الشتاء عشان مش حرانين وسقعانين. فاشربوا مية، اشربوا مية، اشربوا مية. خلصنا التارجت، يلا نشرب قهوة. تعالوا نوريكم الوش بتاع القهوة. تعالوا تعالوا بصوا.
وش عالمي عالمي. اكتر حاجه بحب اعملها لما بعمل كوبايه القهوه اقعد في البلكونه بصراحه وافصل، ولا امسك موبايل ولا امسك اي حاجه، واقعد كده اعمل كده ريلاكسنج كده مديتيشن مع نفسي، واستمتع بشكل السماء وشكل الحياه، واقعد اتامل بجد. من اكتر الحاجات اللي انا بعشقها، وافضل اسرح في ملكوت ربنا واقول سبحان الله سبحان الله، واتفكر واتدبر واتفكر في كل حاجه. ببقى كده اخده كوبايه القهوه دي مع بريك نص ساعه، فبيفرق في يومي جدا وبيديني طاقه. بحس ان انا بفضي كل الدوشه اللي في دماغي، كل التوتر، كل اللود، كل القلق. بحس ان انا في معية ربنا واقول كلا ان معي ربي سيهدين. كل ما اكون متضايقه او متوتره اقعد القعده دي وابص للسما واقول انا مش هتضايق، انا مش هتوتر، كلا ان معي ربي سيهدين. جماعه ليا واحده صاحبتي كل ما تشوفني يا عيني وتسلم عليا تلاقي ايدي تلاجة، فصعبت عليها من كتر التلج اللي انا هي اللي هي تمسكه كل مره. فهي قررت تدلعني، قالت لي بصي يا روني انا جبت لك مشروب بجربه وان شاء الله يجيب معاكي نتيجه، يعني لان احنا خلاص يئسنا منك وتتدفي. فجابت لي المشروب ده اللي هو ميكس بريسبل هيباسكس، اللي هو يعني مجموعه توت مع كركريه. تمام، ده من احمد تي. هنجربه مع بعض سوا ونشوف هل هيجيب نتيجة. والله يا جماعة لو حد لمس ايدي دلوقتي عبارة عن تلج، فيا رب يعني انا بشكرها طبعا على ان هي افتكرتني وجابت لي الكيس ده، ويا رب يكون بفايدة ويعمل نتيجة يا جماعة. فيلا بينا نحضره سوا. هنغلي المية نحطها ونسيبه لمدة 5 دقايق. دي التعليمات بتاعته. نسخن المية، كوبايتنا اللذيذة نفتحه سوا. انا اصلا يا جماعة عاشقة للمشروبات السخنة جدا، والحاجات اللي بتبقى فيها فليفرز دي بحب اشمها. والله مش شامة ريحة الكركديه. اوكي، كنت زي المية تغلي. الحمد لله يا جماعة المية غليت. والله يا جماعه انا مش عارفه هو شاي اخضر ولا ايه ولا شاي احمر ولا يعني مش عارفه هو عباره عن ايه. يعني ده عباره عن ايه، بس اللون برضو لازم يتغطى. يعني ايه هو تقريبا يعني حاجه شبه الاعشاب كده. يعني هو مش شاي، يعني انا فكرته احمد تي فكرته شاي يعني بالفليفر، لا هو اعشاب فعلا اهو. لا هو اعشاب، فهو اعشاب كده شبه الاعشاب اللي احنا بنجيبها من ازيز وامتنان والحاجات دي. فده اعشاب. فهنشوف بقى هل ازيز هيكسب. عارفين انا بجيب ازيز اهو، جايبه البابونش، فهل ازيز هيكسب ولا احمد تي؟ لو احمد تي كسب فاحنا هنعتمد احمد تي الفتره الجايه ونفاكس لازيز. فكل ده قايم على بعد التجربه دي هنشوف النتيجه. فيبرد بس ونكمل نتيجة التجربة دي بتاعتنا. يا جماعة انا من ساعة لما ركزت على التجارب وحياتي كلها بقت قايمة على التجربة. يعني انا بقيت كل يوم بجرب تجربة جديدة وبفتكس افتكاسة جديدة واشوف ايه نتيجة التجربة دي. ويعني روح التجربة دي دخلت جوه حياتي. يعني فكرني زمان لما كنا في العلوم ويبقى عندنا بقى ايه الحصة في المعمل. احنا كنا بنقول حصة يا جماعة، مش بنقول عندنا سيشن او كلاس او نو، كنا بنقول عندنا حصة. فالحصة لما بتكون بقى في المعمل ونعمل بقى تجارب ونبقى جنب المس بقى وهي بتعمل تجربة ونخاف لحسن حاجة تضرب في وشنا. فانا روح التجارب دي بقى ردت فيا وخلتني عندي اصرار ان حياتي تبقى قايمة على التجربة. انا هعمل تجربة واشوف نتيجتها، نجحت خير وبركة اعتمدها، فشلت اعمل عليها اكس مش هتتكرر تاني. فبقيت مستمتعة بفكرة التجربة، وحتى احتمالين، لا هتنجح وتبقى كويسة لا هتفشل ومش هكررها تاني، بس بعرف النتيجة بسرعة 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 بسرعة. فبسيف يور تايم. فمن هنا عجبتني فكرة ان انا اشيرنج التجارب دي معاكم. بقيت مستمتعة ان انا اي تجربة مهما كانت تجربة صغيرة، تجربة كبيرة، تجربة اكل، تجربة شرب، تجربة مكان، تجربة مشروب، تجربة سناك، تجربة ترند، اي حاجة اشيرها معاكم واديكم الاونست ريفيو او الريفيو الامين، الريفيو الصدق، الريفيو
اللي هو انا اللي هو لو انت جربته هتستفيد بيه فعلا ولا لا، وهتتبسط بالتجربه دي ولا لا. ده الهدف يعني من الفتره اللي بقالي فتره شغاله عليه وحبيته جدا، وبانفست فيه الفتره الجايه ان شاء الله عشان ننقل لكم تجارب كتيره جدا 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 وتستمتعوا بيها، وتشوفوا لو التجربه دي انتوا جربتوها هتتبسطوا زي ما انبسطتوا ولا لا، ولا هتبقى بالنسبه لكم تجربه فاكس. فدي تجربه من التجارب اللي احنا بنجربها ونشوف هل احمد تي هيكسب ولا ازيز. ده اللي هنعرفه خلال 3 دقايق او اقل كمان عقبال ما المشروب يدبر. احلى حاجه يا جماعه ان في الشتاء المشروبات بتبرد في سرعه البرق. عايزه اقول لكم ريحته خطيره، كركريه طاغي اكتر مع سنه البرز التوت او كده تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما توقعت مشروبات احمد تي دايما خفيفة، دايما الريحة بتكون فيها قوية جدا، بس النكهة الطعم يكاد يكون مش موجود، وده اللي موجود فعلا. يعني مجرد بس ما انا شلت الغطا الريحة قلب الدنيا، ريحة خطيرة جدا. الطعم مش موجود يعني هي مية، يعني هو مية حرفيا حاطين فيه شوية او لون كركدي، يعني لون الكركدي باين او طعم الكركدي باين بصعوبة جدا. يعني انا يعني احمد تي دايما ثابت على موقفه وعمره ما بيخيب ظني، هو نفس المستوى خالص. يعني حقيقي من وجهة نظري اسوأ شيء احمد تي ما بحبوش نهائي. حتى شاي النكهات نفس الوضع، الريحة بتبقى جامدة لكن الطعم مفيش. يعني بصراحة ازيس احسن منه بمراحل. يعني لو ازيس عامل البرودكت ده اي ثينك ان هو هيطلع بكواليتي احسن من بتاعت احمد تي بكتير. كلها عادة ده احمد تي، وصاحبتي هي اللي جابتهولي. ضعيف متزعليش مني لو انت هتشوف الريفيو ده، متزعليش مني، انت حبيتيه. طبعا اذواق، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، بس ضعيف. انا عارفه احمد تي اصلا يا جماعه مدمنه شاي وقهوه ومشروبات سخنه وساقعه، كل انواع المشروبات بلا استثناء انا عاشقه ليها. فكل البرودكتس الموجوده في السوق، كل البراندات بتاعت الشاي والمشروبات بجربها وهجربها، فعارفه التجربه موجوده. يعني احمد تي ده والله يا جماعه اول ما نزل اللي هو شاي بالنكهات كان الكيس بجنيه، دلوقتي الكيس بقى ب5 جنيه. كنت اجيب المشمش، الخوخ، الفراوله، الشيري بقى، كل النكهات اجيبها. وكنت شاي عادي، هو شاي احمر عادي، وكمان خفيف مش تقيل، لان انا بحب الشاي تقيل فبعرفه. شاي خفيف لازم محتاج فتلتين يعني، والنكهه دي مجرد ريحه فقط مش موجوده في الطعم خالص، ولو موجوده يعني طعم لا يذكر، يعني زي دي بالظبط. يعني ده مجرد ميه سخنه ولون فقط، يعني المفروض احنا مغطيين ميه سخنه فدي تجربه يا جماعه احمد تي بالاعشاب اللي هو ميكس بريز مع الهيباسكس او الكركدي. ثانك يو. انا بشكر صاحبتي جدا 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 جدا، بس بجد تجربه ما تجربوهاش تاني يا جماعه، وفروا فلوسكم. اما بقى لو حضرتك بتحبه زي صاحبتي ومعتمده معاك as you like، لو اختلاف الاذواق لبارت السلع. دي كانت تجربه النهارده. فدي كانت تجربتنا السريعه الخفيفه بتاعه النهارده. ميه سخنه بس هشربها عشان اتدفى وخلاص. يلا ايه رايكم في تجربه النهارده؟ وقولوا لي بقى لو انتوا بتحبوا احمد تي ايه اكتر ايتم او اكتر برودكت بتجيبوه من عند احمد تي وبيعجبكم جدا جدا جدا، ويكون تقيل يا جماعه، يكون تقيل اهم حاجه، لكن الميه ده صعب. فقولوا لي بقى ايه اكتر حاجه بتحبوها لاحمد تي او غير احمد تي في فئه المشروبات السخنه دي.
هنا جهزت حاجتي عشان عندنا تمرين سكواش النهارده. يلا بينا. مخلصين سكواش لازم كل فتره والتانيه كده تحصل لي اصابه. في واحده ضربتني يعني غصب عنها، جايه بتصد الكوره قوتها وهي بتضرب بالمضرب، جت في ايدي كلها، ايدي ورمت. فالحمد لله عدت على خير وقدرنا نلعب شويه وحطينا تلج، بس لازم من فتره تانية يحصل لنا اصابه. فدلوقتي مروحين بيتنا، جو شتاء، جو ساقعه، محتاجين بقى شويه سناكس. فهنروح سوبر ماركت تيك توك، ما هو مغارة علي بابا كده، نروح نجيب بقى ايه شويه سناكس حلوه تدفينا في الشتاء الجميل ده. يلا بينا. في يا جماعه كيكه طالعه ترند اسمها لارش تقريبا، دي طالعه ترند قوي وقلبة الدنيا على التيك توك، وبيعملوا بيها وصفات كانها مولتن كيك كده. anyway فانا هروح اشوف هي موجوده ولا لا. طبعا انا لسه مخلصه سكواش، فهلاقيها في الكنز اللي انا بجيب من عنده كل حاجه، سوبر ماركت تيك توك. فهل هتكون موجوده في سوبر ماركت تيك توك ولا لا؟ هنروح نشوف ونجربها سوا. يلا بينا يا جماعه. انا شفت سناك وايت شوكليت، مش للدرجات، وميلك شوكليت. لا يا جماعه احنا هنجيب الحاجه الطبيعيه. ده بارميجان، ماشي هنجرب البارميجان. اوكي. طبعا الكنز اللي انا مبلاقيهوش عندنا يا جماعه خالص سلامانكم. لسه مكملين شراء السناكس بتاعتنا. لقيت الكيكه الترند اللي قلبت الدنيا، كيكه لارش اللي هي بتخش الميكرويف تبقى مولتن كيك، وجبت منها كذا واحده بصراحه لان بيقولوا طعمها خطير سواء دخلتها الميكرويف او لا. والكيكه اللي جنبها برضو دي يا جماعه الترند، هي كمان اسمها كيكه ديلايتس. اصلا سوبر ماركت تيك توك دي يا جماعه ده مغاره علي بابا، كل الترندات اللي بتنزل اول باول بروح اجيبها منه. فاشتريت الكيك وكميه الكيك اللي انا محتاجاها، لان محتاجه اجيب برضو لماما وبابا يدوقوها عشان يشوفوا طعمها حلو وتستاهل الضجه اللي معموله على السوشيال ميديا ولا لا. مش عارفه لسه، هجربها واصور لكم فيديو التجربه. طبعا قلت لكم سوبر ماركت تيك توك هو مغاره علي بابا حرفيا ما شاء الله. كل الترندات عندهم، اي حاجه تفكروا فيها بجد من غير ما تفكروا انتوا تيجوا سوبر ماركت تيك توك مش هتلاقي السواحل، اي ترند هتلاقوه. يعني الكيكه موجوده، فالحمد لله هنجربها سوا. جبنا شويه سناكس كده، يلا بقى بينا نروح على البيت ونتدفى وناكلها سوا. انا يا جماعه رجعت البيت واتغدى بقى، انا جعانه جدا جدا فوق ما تتخيلوا قوي يا جماعه. وهناكل بقى ايه، مكرونه اللازانيا، انا من عشاق اللازانيا جدا، وفراخ بانيه. الله، التركيبه المحببه للقلب، واحلى طبق بعشقه المكرونه واللازانيا. بس كده رجعنا البيت، اتغدينا، هناخد شاور وانتهى اليوم. تصبحوا على الف خير وسعاده. اشوفكم في ابسود جديده من Day in my life روني المصري. يلا باي.